السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم 26 أغسطس سنة 1936 مصر وبريطانيا عملوا معاهدة 36، والمعاهدة دي حصلت بعد ما الحكومة أصدرت بيان إن الملك فؤاد الأول مات وابنه فاروق بقى هو الملك الرسمي للبلاد. وبعدها حزب الوفد شكل الوزارة لأنه فاز في الانتخابات البرلمانية وطالب بإجراء مفاوضات مع بريطانيا بشأن التحفظات الأربعة. اللي هم بقى إيه التحفظات الأربعة دول؟ هقول لك يا سيدي بس بعد الفاصل. أهلا بيكم، أنا نور عجلان وأنتوا دلوقتي في بنك العلم. أتمنى لو استفدتوا أي معلومة من الفيديو ده ادعموني بلايك وكومنت، ما تنسوش تشتركوا في البنك عشان رصيدنا العلمي يزيد. التحفظات الأربعة دول كانوا عبارة عن: أولا حق بريطانيا في تأمين مواصلاتها في مصر، وثانيا حقها في الدفاع عن ممتلكاتها ضد أي اعتداء أو تدخل أجنبي، وثالثا حماية المصالح الأجنبية والأقليات اللي فيها، ورابعا ابقاء الوضع في السودان على ما هو عليه. بس بريطانيا لما حكومة النحاس قالت لها عايزين نتفاوض بشأن التحفظات الأربعة دول ما رضيتش تقعد تتفاوض، فالثورات قلبت البلد واتعملت جبهة وطنية عشان يرجعوا دستور 1923 بدل دستور 1930. ولما الثورات زادت قوي كده بقى بريطانيا اضطرت تدخل المفاوضات مع كل الأحزاب عشان تضمن موافقتها، وفعلا كل الأحزاب شاركت إلا الحزب الوطني لأنه رفع شعار لا مفاوضات إلا بعد الجلاء. وفضلت الدنيا ماشية كويس لمدة 14 سنة تقريبا لحد ما أعلنت حكومة الوفد برئاسة النحاس نفسه يوم 16 يناير سنة 1950 إن معاهدة 1936 فقدت صلاحيتها كأساس للعلاقات المصرية البريطانية ولازم تتلغي. ويوم 18 أكتوبر سنة 1951 مصطفى النحاس ألغى المعاهدة وملحقاتها، والكل أيده سواء الحكومة أو المعارضة. طب وهي المعاهدة دي يعني لما اتلغت حصل إيه؟ لا، حصل كتير. أولا تم إلغاء كل الامتيازات والإعفاءات اللي كانت بتتمتع بها القوات البريطانية اللي في مصر، زي الرسوم الجمركية على المهمات العسكرية والأسلحة والعتاد والمؤن، وكمان الرسوم المستحقة على السفن اللي بتمر في المياه المصرية ودي كانت لخدمة القوات البريطانية. وكمان السكك الحديد ما رضيتش تعمل أي خدمة لبريطانيا ولا تنقل لها أي حاجة. والحكومة المصرية كمان منعت الرعاية بتوع بريطانيا إنهم يدخلوا مصر إلا بتأشيرات من السفارات المصرية في البلاد اللي هم جايين منها، وراحت كمان لاغية تصاريح مواطنين بريطانيا اللي في مصر. ويوم 21 أكتوبر سنة 1951 مجلس الوزراء عمل جلسة وقرر فيها كذا قرار، وكل قراراته دي بتؤدي إلى عدم التعاون مع قوات بريطانيا، وأي عامل مصري هيمشي من الشغل عند القوات البريطانية مصر مسؤولة تلاقي له شغل. وقالوا كمان إن أي جندي بريطاني هيعدي قناة السويس ويحاول يخش القاهرة هيتقتل. طبعا بعد القرارات دي الخسائر نزلت على بريطانيا زي الرز. وخد عندك العمال المصريين انسحبوا من معسكرات الإنجليز، وده عمل إحراج شديد جدا لبريطانيا. انسحب منها تقريبا 92 ألف عامل مصري في 45 يوم بس، من 16 أكتوبر 51 لحد 30 نوفمبر 51. بريطانيا بقى لما اتحطت في الموقف المحرج ده قررت طبعا تدافع عن مصالحها، وعملت خطة للعمل السياسي والدبلوماسي علشان تحرج الحكومة المصرية، وعملت خطة عسكرية علشان تحتل القاهرة أو تعمل انقلاب عسكري يقوم بقيادة الملك والجيش يساعده علشان يمشوا وزارة النحاس. واخيرا بقى حطت خطة عشان تخرب القاهرة، وفعلا بريطانيا بدأت تاخد خطوات حقيقية في تحقيق اول خطة، فهدت كفر احمد عبده اللي في السويس، وكان هدفها تظهر ان الحكومة المصرية ضعيفة وكمان تحطم روح المقاومة الشعبية عند المصريين. ساعتها الحكومة المصرية ردت بسحب السفير المصري من بريطانيا وطردت اي مواطن بريطاني متوظف في الحكومة المصرية. بريطانيا برضو ما سكتتش ورد، عملت ايه بقى؟ خلت عملائها يولعوا النار في كنيسة في مدينة السويس، وده أثناء غارة بريطانيا على المدينة يوم 4 يناير 1952. وحاولت بقى تلزق التهمة دي في الفدائيين علشان تزرع الفتنة بين المصريين، بس التحقيقات كشفت
عن مسؤولية جماعة إخوان الحرية اللي بتمولها المخابرات البريطانية عن حادثة حرق الكنيسة. ويوم 25 يناير 1952، وهي دي بقى الحادثة بالتحديد اللي حددت اليوم ده كيوم عيد للشرطة، القائد البريطاني في منطقة القنال بريجادير إكسهام استدعى ضابط الاتصال المصري وسلمه إنذار بأن قوة البوليس المصري في إسماعيلية لازم تسلم الأسلحة بتاعتها البريطاني. ومش بس كده، دي تمشي كمان من دار المحافظة والسكنات بتاعتها. وساعتها المحافظة رفضت الإنذار البريطاني ده وبلغته لوزير الداخلية ساعتها فؤاد سراج الدين، وأيدهم في موقفهم ده وطلب منهم ان هم يقاوموا وما يستسلموش. وفعلا يوم 25 يناير 1952 الدبابات والمصفحات البريطانية حاصرت مبنى المحافظة ب7000 جندي بريطاني ومدافع و250 دبابة و500 عربية مصفحة وطيارات، وايه بقى يعني ليلة كبيرة قوي سعادتك. والجنود المصريين اللي كانوا متحاصرين جوه كان عددهم ما يزيدش عن 800 فرد، وما كانش معاهم غير البنات. ووقع من جنود الشرطة المصرية 50 شهيد و80 جريح، والباقيين تم أسرهم. الخبر ده بقى انتشر في مصر كلها، والمظاهرات خرجت واشتركوا بقى جنود الشرطة مع طلاب الجامعة في مظاهراتهم يوم السبت 26 يناير 1952. الناس في الجيش بقت تكره الملك لأنهم حملوه مسؤولية النكبة اللي الجيش وقع فيها في حرب 48. الدنيا بدأت تخرب الساعة 2 الفجر كده، كان صباح 26 يناير 1952 لما بدأوا عمال المطار في مطار ألماظة تقديم الخدمات ل4 طيارات بريطانية. وبعدها حصل تمرد في البوليس في سكنات العباسية، وده كان تضامن منهم مع زمايلهم اللي تعرضوا للأسر والقتل في إسماعيلية. بعد كده المتظاهرين بدأوا يروحوا ناحية الجامعة هم والطلبة، وراحوا على مبنى رئاسة الوزراء بيطالبوا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا، وإن مصر كمان تعلن الحرب على بريطانيا. ساعتها رد عليهم عبد الفتاح حسن وزير الشؤون الاجتماعية، قال لهم الوفد عنده رغبة في كده بس الملك رافض. فطلعوا المتظاهرين على سرايا عابدين، وانضم لهم كمان طلبة الأزهر، واتجمعوا كلهم على انهم بيكرهوا الملك واعوانه الانجليز. قبل المظاهرات دي بيوم، يعني يوم 25 يناير بالليل، النحاس كان مقدم استقالته للملك، بس الملك رفضها. واجتمع مجلس الوزراء وقرر مواجهة الموقف بإعلان الأحكام العرفية في كل البلاد، ووقفوا الدراسة في المدارس والجامعات لأجل غير مسمى. وراح الملك فاروق معين النحاس باشا حاكم عسكري في نفس الليلة، فالنحاس أصدر قرار بمنع التجول من 6 بالليل ل 6 الصبح، وأصدر كمان أمر عسكري بمنع التجمهر، واعتبر إن أي تجمع أكتر من 5 أفراد يعتبر خطر على السلم والنظام العام. فاروق ما نسيش إن الإنجليز ضغطوا عليه عشان يجيب النحاس رئيس وزراء في حادثة 4 فبراير. مش هم جابوك وحاوطوا قصر بالدبابات عشان أنت تيجي وتبقى رئيس وزراء؟ عشان أنت بقى اللي فاهم معاهدة 36؟ طب ديك أنت اللي لغيتها يا أخويا، البس بقى وحل. هسيب لكم اللينك فوق في علامة الأرض. على الظهر كده يوم 26 يناير 1952 بدأت أول حريقة من ميدان الأوبرا، وكانت في كازينو أوبرا، والنار بدأت تنتشر في فنادق وشركات ودور سينما وبنوك، وكان كل التركيز على الأماكن والملاهي الليلية اللي ارتبطت بان فاروق بيروحها، والمؤسسات اللي لها علاقه بالمصالح الانجليزيه. والحرايق بقى ما وقفتش عند كده وبس، دي دخلت على الفجاله والظاهر والقلعه وميدان التحرير وميدان رمسيس، وسط البلد كله. والفوضى بقت في البلد ملهاش حل، واعمال السلب والنهب بقت على عينك يا تاج، لحد ما الجيش نزل الشوارع قبل المغرب. وقتها العاصمه هديت والحكومة أعلنت الأحكام العرفية، فكله اتلم. اختلفت الروايات بقى في عدد الناس اللي اتقتلت في اليوم ده نتيجة الحرايق والشغب، بس جمال حماد في كتابه أسرار ثورة 23 بيقول عدد اللي اتقتلوا 26 شخص، وبيقول إن النيران دمرت أكتر من 700 منشأة، وكان منها أكبر وأشهر المحلات التجارية في مصر زي شوكوريل وريفلي وعدس وعمر أفندي وصالون فيردي ومتروبوليتان، وكذا مكتب لشركات كبيرة، و117 مكتب أعمال وشقق سكنية، و13 فندق كبير جدا، وسينمات زي ديانا وميامي وشيبارد وكتير، ومحلات ومعارض كبيرة للسيارات، و10 متاجر سلاح، و23 كافيه ومطعم منهم جروبيو الأمريكان، و93 خمارة، و16 نادي. وفاضل إيه ما اتحرقش. وبلغ المصابين بالحروق والكسور 552 شخص. ومحمد نجيب في مذكراته قال
ان اللي ماتوا كانوا 46 مصري و9 اجانب. فهنا اختلفت الروايات، وكالعادة زي ما كل شيء حلو ليه جانب سيء، كان الجانب السيء اللي هنا هو تشريد كذا ألف من العاملين في المنشآت اللي ولعت دي. المصادر الرسمية بقى وشهود العيان قالوا ان الحادثة دي كانت مدبرة، وان المجموعات اللي قامت بتنفيذها كانت على مستوى عالي قوي من التدريب، وكان معاهم كمان ادوات لفتح الابواب وموقد الستيلن البشبوري بتاع الحديد يعني. وتم اختيار التوقيت ده بعد ظهر يوم السبت علشان تكون المكاتب والمحلات الكبيرة دي كلها قفلت وصباح اجازة، ونور السينما كمان قفلت بعد الحفلة الصباحية، يعني ناس متدربة مش اي حاجة. ساعتها فؤاد سراج الدين اتصل بحيدر باشا وزير الحربية وقال له الجيش لازم يتدخل، الشرطة مش قادرة. بس حيدر باشا نفض له شوية، ومش مفهوم ده مقصود منه ايه، هل علشان يحطوا الحكومة في وضع محرج والوضع يتفاقم، ولا هو كان فعلا ملهي في الحفلة اللي هو كان فيها مع الملك؟ المؤرخين اختلفوا عن مين هو اللي ورا حريق القاهرة في اليوم ده. ناس قالوا الملك فاروق عشان يتخلص من وزارة النحاس، وناس بتقول الانجليز عشان برضه يتخلصوا من وزارة النحاس، لأن علاقته بالإنجليز بقت زي الزفت بعد ما لغى اتفاقية 1936. وناس تانية قالت ممكن حزب مصر الفتاة أو الإخوان المسلمين، بس مفيش أي دليل ظهر بيدين أي طرف من اللي قلناهم دول. وعلشان كده حريق القاهرة هيفضل لغز بينتظر الحل. محمد حسنين هيكل بيقول انه مش مقتنع ان عملية حريق القاهرة حصلت بتدبير مقصود، هي الدنيا كانت خربانه جاهزه وجه جنبها عود كبريت فولع الدنيا خالص. عود الكبريت هنا كان حادثه الاسماعيليه، وقال ان هي بدات مش منظمه وبعد كده بدات تخش عليها التنظيمات المنظمه. التاريخ بيعيد نفسه، ثوره 25 يناير بدات مش منظمه وقفزت عليها بعد كده كل التنظيمات المنظمه. حريق القاهره بيعتبر هو الشراره اللي خلت الضباط الاحرار يسرعوا في القيام بالثوره بعد اقل من 6 شهور من تاريخ حريق القاهرة. وبس كده، والسلام عليكم.